انا بابايا كان عنده قطعتين ارض في الصعيد وكتبهم باسمي انا واختي. في الوقت ده اختي وجوزها اقترحوا عليا انهم يشتروا مني قطعه الارض بتاعتي، وانا بصراحه وافقت، خصوصا ان كنت عايشه في القاهره ومش هعرف استفيد منها. بعت لهم الارض ب 300,000 جنيه. وقتها الفلوس دي كلها رحت اشتريت بيها دهب، وكان سعر الجرام وقتها حوالي 700 جنيه. عدت السنين وسعر الدهب طار بشكل غير طبيعي، لدرجه ان قيمه الدهب اللي معايا النهارده معديه ال 2 مليون جنيه. المفاجاه بقى ان اختي جات لي من فتره وقالت لي انا عايزه ارجع لك الارض وانت ترجعي لي الفلوس، على اساس ان قيمه الذهب دلوقتي مش ال 300,000 جنيه. انا اتصدمت من كلامها، قلت لها ازاي يعني يا اختي؟ انا بعت لك الارض برضاكي وانت وجوزك اللي كنتوا بتحايلوا عليا عشان تشتروها، والبيع تم بفلوس وخلصنا. انا لو كنت خسرت في الذهب هل كنت هاجي واقول لك خدي ذهبك وهاتي فلوسي تاني؟ اكيد لا. المشكله ان جوزها راجل بخيل جدا وبيحب الفلوس، وبدا يعمل معاها مشاكل بسبب الموضوع ده، وعايز يطلعني انا الغلطان، وكمان انا اللي ظلمتهم، مع اني ما عملتلهمش حاجه غير اني بعت لهم الارض. هم نفسهم اللي اصروا يشتروا مني. دلوقتي انا محتار، من ناحيه مش عايز اخسر اختي، ومن ناحيه تانية حقي واضح، ومفيش قانون ولا شرع يقول ان البيعه تتلغي عشان حاجه ارتفعت سعرها بعد سنين. بعد الكلام اللي حصل انا اخدت قرار ان اكون واضحه وصريحه معاها. قلت لها بصي يا اختي، انا عمري ما هظلمك ولا اكل حق، بس اللي بتطلبيه مش عدل. احنا عملنا بيع وشراء رسمي والفلوس اخدتها كامل، الموضوع انتهى. اللي حصل بعد كده رزق من ربنا، زي ما ممكن الذهب يعلى ممكن كمان ينزل. هل كنت هترضي ترجعي لي فرق الخساره لو حصل العكس؟ اكيد لا. هي سكتت شويه، بس جوزها ما عجبوش الكلام وابتدى يضغط عليها، حاول يخليها تزعل مني وتخاصمني، بس انا ما دخلتش في جدال معاه. كل مره بيحاول يفتح موضوع الفلوس او الارض كنت ارد بكل هدوء، انا ماليش علاقه بيك، انا اتفقت معاها وهي اللي اشترت مني والموضوع خلص. مرت فتره من التوتر بيني وبين اختي لدرجه ان حسيت انها بدات تبعد عني شويه، لكن بعدين ابتدت تفوق وتفهم ان اللي بيعمله جوزها طمع مش اكتر. رجعت لي في يوم وقالت لي انا عارفه انك مالكيش ذنب وانت فعلا معاكي حق، انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني خالص، خلي كل واحد في حاله، واللي حصل كان نصيب وربنا قسمها كده. ساعتها انا ارتحت جدا وقلت الحمد لله ان ربنا بيكشف نوايا الناس، والارض دي كانت سبب اختبار كبير ليا ولاختي، والحمد لله ان علاقتنا رجعت زي الاول.